ويا زوجي ويا ابني، طلعاتنا يا حال وايش قاعده تحكي. لكن انا ما كنت ادير بال، لا انا الا امريكي زين لو لا. واحد من الشباب شفت انه اكو امريكان واقفين حتى راتب بالكو، اقول توقع شلون يعني ما دارت المشاعر، لان هو من بلد وانا من بلد ويعرف هو عاداتنا الاختلاف العادات والتقاليد شلون يعني. فقال لي عراقيه او كل وحده عربيه تزوجت شخص من ملتها، ونجيب شيخ من الجامع يجي للبيت ويجي هذا الولد اللي رايد يتزوج ب3 شهادات، اشهد ان لا اله الا الله. الزواج او العرس كان جميل ولحد الان حقي، بس خلى الشطايش قلت له يا الله مو في هوايه، او التقيتوا بناس او عشتوا حياه غير ودوختكم. احب اقول واحب اقول، ها اخر شيء، ها اخر احب اقول على بالكم بقاء الحال من المحال. راح هلا، أنا إسراء من العراق، وهذه قناتي على اليوتيوب. دائما أنزل بيها فيديوهات كوميدية، فلوقات عن حياتي الروتينية ويا زوجي ويا ابني، طلعاتنا، سفراتنا، كيف نقضي العيد وهكذا. لكن الفيديو مالها اليوم راح يكون مختلف عن بقية الفيديوهات. هواية ناس صراحة من خلال كومنتات أو مسجات يقولوا لي شلون صار نصيبك ويا زوجك. اللي ما يعرف عني وعن حياتي وما متابعني بالمواقع الأخرى، أني من العراق وزوجي أمريكي، فتعرفون أكيد هواي أكو اختلافات من ناحية الدين، من ناحية العادات والتقاليد، فالناس صار عندها شلون مثل يعني كيوريوس. فالمهم اليوم أنا قلت خلي أسوي هذا الفيديو، رغم أنه أنا مسوية فيديو على قناة التيك توك وحاجة بيه ومسولفة انه شلون تعرفت عليه وشلون صار النصيب و بس تعرفون انه اي فيديوهات على تيك توك تكون جدا قصيرة، يعني 3 دقائق 5 دقائق، بس اليوم على اليوتيوب لا، انا راح اخذ راحتي وياكم، فجيبوا شاياتكم وكرزاتكم، واللي يحب يسمع هالقصة يخليكم ويانا، واللي ما يحب يسمع هالقصة يقول واني شو علي يعني بيا حال وايش قاعدة تحكي، فالله محمد وعليكم. المهم اولا قبل كل شيء، اني من كنت صغيرة بالعمر، يعني تقريبا عمري 15 سنة 16 سنة، فاني كنت مراهقة. بهذا العمر احنا كنا مراهقين، واحلام المراهقين وتمنياتهم دائما تكون متاثره بشغلات نشوفها بالتي في. فاني كلش كنت متاثره بالاجانب، كلش كنت متاثره بالستايل الامريكي، كل اللي انت كنت اسمع اغاني امريكيه، كنت اشوف افلام اجنبيه. ففي يوم من الايام شفت فيلم ولاول مره، تايتانيك، اكيد كلكم تعرفون. من بعد ما شفت هذا الفيلم صارت عندي مثل صدمة عاطفية. قررت من بعد هالفيلم انه اني لازم اتزوج امريكي، ومو اي امريكي، اريده يشبه الممثل جاك من فيلم تايتانيك، لون الشعر، لون العيون، لون البشرة، كل شيء زين. فقمت اقوم اقعد وين ما اروح وين ما اجي اقول للعالم والناس واهلي اني ما اتزوج وما اعرس اذا مو امريكي. ذول الناس او حتى اهلي يقولون بابا ايش بيها، يعني احنا منين نجيب لك امريكي؟ احنا هسه يعني خاصه اني ذاك الوقت كانت فتره حصار بالعراق، قالوا يعني احنا هسه حصار وحرب وهاي، امريكان شلون تشوفين امريكي، شلون يدخل الامريكي حتى تعرفين عليه وتتزوجي. فكانوا صراحه ياخذون هذا كلامي باستهزاء، لكن انا ما كنت ادير بال، لا انا الا امريكي زين لو لا. فدائما كنت اتفرج الاغاني الاجنبيه واظل صافنه وطايره باحلامي وشكت راح التقي بواحد امريكي وهكذا. مرت السنين ومرت بينا الحياة وتخرجت واشتغلت، وصار عمري تقريبا بالبداية الثلاثينات. كنت أشتغل في شركة مرسيدس في أربيل شمال العراق، ومرتاحة بوظيفتي، درجتي الوظيفية كانت زينة، راتبي كان زين. جتي وحدة من معارفنا وقالت اكو شركة نفط محتاجين موظفة تشتغل عندهم. فقلت لها شنو الوظيفة او شنو الراتب؟ فمن شرحت لي صراحة شفت انه نفس الدرجة الوظيفية او نفس البوزيشن، اما الراتب كذلك نفس الشيء، ماكو اي تغيير، لكن اكو كان
شيء داخلي يقول لي اتركي هذه الوظيفة في مرسيدس وروحي قدمي بهذه شركة النفط. مع انه مثل ما قلت لكم الراتب نفسه، الدرجة الوظيفية نفسها، ماكو اي اختلاف. شنو الاحسن حتى اني اعوف الشيء اللي اني بيه واروح هناك. المهم في اليوم بعد الصبح حضرت نفسي، رتبت شعري، ميك اب، ملابس، ورحت دا اقدم على هذه الوظيفة في شركة النفط. فالموظفة هناك طلب من عندي انه اقعد في غرفة الانتظار لحين ما ينادون علي حتى يسوون انترفيو، مقابلة وياي. أنا كنت قاعدة هناك، باوعت من الشباك شفت انه اكو امريكان واقفين بالساحة مال الشركة. فأنا قلت هاي شنو هاي عندهم امريكان؟ والله لا اخذ هاي الوظيفة. اذا ما اخذ هذه الوظيفة حتى لو ببلاش، زين لو لا، حتى لو يقولوا لي ترى تشتغلين ببلاش حتى راتب بالكو، اقول لهم ما يخالف. وفعلا دخلت وسويت الانترفيو وانطوني الوظيفة، بس وافقوا علي انه اشتغل وياهم، واشتغلت. ففي مرة من المرات الموظف نفسه هو اللي اول مرة شفته من الشباك بيوم اللي دا اروح اقدم على الوظيفة، كل شوية مر على المكتب مالتنا. ليش؟ أنا من ضمن شغلي أسوي فيزا للأجانب اللي يدخلون للعراق، وكذلك أمور ثانية، الإجازات والإيميلات هالسوالف. فكان دائما يمر علينا المكتب من الحين للآخر، وأنا أقول يا رب شلون هذا، بس لفت يوم يبطلوه أو يدزوا يرجعوا لأمريكا. أنا هذا الشخص يعني صراحة أريد يصير نصيب بيني وبينه. فقلت شلون أوقع، شلون يعني ما دا أفتهم. فمرة من المرات هو داخل المكتب، عاد أنا قلت له بلا زحمة، بس أريد أقول لك في الشغلة، بلا زحمة بالإنجليزي قلتها، أريد أقول لك بس في الشغلة وحدة. فهو قال اندار علي، قال شنو؟ قلت له التاتو ماله كلش عاجبني. التاتو هو عنده تاتو كان، ها شلون هسه هذا التاتو اللي أنا خالته هو هذا يعني مثله تقريبا. فأنا بس قلت له هيجي، هذا عباله كان دا ينتظر اللحظة اللي أنا أبادر بيها. هو صراحة كان متخوف، كان يعني ها بعدين حكالي إنه كان هو همينه معجب بيه، لكن كان جدا متخوف يذب لي كلام أو يحسسني بمشاعره، لأن هو من بلد وأنا من بلد، ويعرف هو عاداتنا وتقاليدنا، إلى سنين في العراق، فيعرف كثير من عادات وتقاليدنا، وخاصة النساء هناك شلون المفروض إنه رجال يحترموهم، شلون يعاملوهم. فاني من قلت له هيجي خلص، هو بدا يعني يجي للمكتب اللي انا كنت اشتغل بيه اكثر من مره، باكثر من حجه، حتى بس يتواجد، حتى بس يكون موجود. حتى الموظفه وياي، احنا كنا موظفات اثنين بالمكتب، تقول لي هذا ايش بيش ورايح جاي رايح، اقول والله حبيبتي ما ادري شو مدري حالي من حاج. بينما اني لا، كنت اعرف انه هو يعني هو بدا يتعلق بي، او بدا يحبني، بدا يصير عنده مشاعر بداخله من ناحيتي. فما اطولها عليكم، من بعد فتره جدا قليله، اشهر جدا معدوده، اجى واعترف لي بحبه الي، باعجابه الي. ومو بس هاي، اعترف لي انه هو قرر يتقدم لي للزواج. طبعا من قال لي هذا الكلام انا يعني ضحكت صراحه، لانه بداخلي قلت يعني معقوله يعني بهالسرعه هاي؟ يعني انا عبالي الامريكان يظلون سنين مثلا يحبها وبعدين لو يريد يتزوجها لو لا. فانا قلت لا، هذا هيك راح يظل هاي بس يجي للمكتب كل شويه، هذا الايميل هاي بس، هو يعني مستحيل راح يفكر بالزواج. واني هم بداخلي هم كنت متخيله ان هذا الشيء مستحيل. فمن قال لي هيك قلت له انت متاكد من الكلام اللي دا تقوله؟ قال ايه، ليش اسراء، انا رايدك على انه تكونين زوجتي واريد اكمل حياتي وياك. قلت له اوكي بس بالنسبه للدين شلون؟ بالنسبه لاختلاف العادات والتقاليد شلون يعني؟ فقال لي قولي لي شنو المطلوب، قولي لي شنو اللي تريدين. قلت له انا متاكده انه اني واهلي راح نطلب منك انه تتحول الى الدين الاسلامي. فهو قال لي اسراء هذا الموضوع ما عندي اي مشكله به، مو لانه اني يلا مو مشكله اريد اصير مسلم والسلام بس حتى اتزوجك، لا، لكن اني صار لي سنين في العراق وشفت
انتو المسلمين والعرب الدين مالتكم شلون بيه تسامح والحب والاحترام، ما عندكم الخيانات، ما عندكم الشغلات اللي احنا كلش منتشرة في مجتمعنا. فحبيت هذا الشيء، فاني اقدر اقول لك انه اني شبه حاب هذا الدين الاسلامي اريد ادخل له، وبسببك انتي انا راح اتشجع بالزايد على انه فعلا اقرر ان ادخل للدين الاسلامي. اما للعادات والتقاليد فقال اني هواي امور تعلمتها منكم، وهواي امور حبيتها واحب اسويها وامارسها بحياتي وادخلها بحياتي الروتينيه، لانه ماكو احلى من الاسلام، ماكو احلى من العادات والتقاليد العربيه اللي شفتها والتماستها هنا في العراق. فيعني ملخص مفيد، ما كانت عندي اي مشكله انه يكون مسلم، وما عنده اي مشكله انه يتعلم ويدخل في عالم العوائل العربيه والعراقيه ويصير مثلهم، حاله من حالهم. anyways أني رحت على أهلي طبعاً وفتحت الموضوع. أكيد 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 الكل رفضت والكل صدتني والكل وقفت يعني قدامي بهذا الموضوع وقالوا لا، وإحنا إيش راح نقول للعالم، إيش راح نقول للناس. فأني يعني واحدة من المحادثات اللي صارت، لأن أني ما استسلمت رأسا من البداية، ظليت كل فترة انتظر الوقت المناسب حتى أحكي. قلت لهم شوفوا يا ناس يا عالم، أنتوا أهلي وأني بدكم، خلوني بس أقول لكم هذه الشغلة. أنت تقولون إحنا نخاف نزوجك شخص أمريكي لا نعرفه ولا يعرفنا. هل كل وحدة عراقية أو كل وحدة عربية تزوجت شخص من ملتها ومن عاداتها ومن أهلها ومن تقاليدها ومن دينها ومن طائفتها، كلهم وبدون استثناء انسعدوا في حياتهم الزوجية؟ لا طبعا. اكو كثير عندنا طلاقات، اكو كثير عندنا مآسي، اكو كثير عندنا قصص بها حياة تعيسة عاشوها الزوج والزوجة، رغم انه هم من نفس البلد ومن نفس الدين، واحيانا اقارب، يعني ابن العم ابن الخالة، تعرفون لهاي الدرجة هم مقربين. لكن رغم هاي اختلاف آرائهم بالحياة، اختلاف نظرتهم للحياة، اختلاف أطباعهم ما خلتهم يتوالمون. فمو شرط اختلاف الجنسية هي ليس شرط أساسي في فشل الزواج. فأني من حكيت بهاي الطريقة صراحة شبه أقنعتهم، والحمد لله من بعد فترة من الإقناع اقتنعوا وقالوا لازم نجيب شيخ من الجامع يجي للبيت، ويجي هذا الولد اللي رايد يتزوجك يقعد قدام الشيخ، وهذا الشيخ لازم يحوله إلى الدين الإسلامي. طبعا قلت له هو اسمه كريس بالمناسبة، قلت له لكريس انه اهلي طالبين منك تصير تتحول الى الدين الاسلامي، فوافق. رحنا جبنا شيخ من الجامع وقعد وياه 3 ساعات بالضبط، 3 ساعات كنا قاعدين كلنا، يعني اني واهلي وقرايبنا ومعارفنا حتى يكونون شهود شاهدين على هذا الشيء. وبعد 3 ساعات الشيخ طلب من كريس انه يتشاهد 3 شهادات: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، مرة ثانية اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وتشاهدها كريس، نطق هذه الشهادات 3 من بعده ودخل الدين الإسلامي، وقرينا الفاتحة، وبعد فترة سوينا الزواج. وحتى الزواج أو العرس كان جميل، ولحد الآن الناس يتكلمون عنه، لأن كان مزيج من العراقيين والأجانب، لأنه إحنا كنا من شركة أجنبية نشتغل، فكل الموظفين الأجانب حضروا إلى زفافنا. والحمد لله راح يصير إلنا 9 سنوات متزوجين، وعندنا طفل ولد واحد اسمه نور، وهذا اسمه تاتو نور باسم ابني، لأن من اجى نور نور حياتنا بالزايد. والحمد لله سعيدين أنا وزوجي، قدم لي السعادة اللي كنت أتمناها، قدم لي الأمان اللي كنت أحلم به، حققت حلمي اللي أنا كنت أحلم به وأني صغيرة شابة عمري 15 سنة. دقيقة حلقي بس خلي اشرب مي. ايش قد لغيت يا الله يا باش قد حكيت والله العظيم ما دا احس بحلقي، سوري. المهم اني هسه اريد بس اقول فد شغله على السريع بنهايه هذا الفيديو، انه مو كل وحده تتزوج شخص
أجنبي أو أمريكي راح تكون سعيدة وعايشة ويا شلون الأفلام الرومانسية اللي نشوفها ونتأثر بيها. لا، هذا الشيء غير واقعي. الأجانب أو الأمريكان مثل العرب، بيهم الزين وبيهم الشين، بيهم الشخص اللي يحترم زوجته ويقدرها ويعطيها مكانتها، يخليها عندها شخصية بالرأي وكل شيء. وبيهم أمريكان لا، بالعكس، يضرب مرته، يقسي على مرته، يطردها لمرته، يعذبها، يحرمها من كل شيء. كذلك نفس الشيء الجانب الآخر هو إن إحنا حتى في الدول العربية والعراق هم عندنا نفس الشيء، هم عندنا رجال يحبون المرأة ويحترموها ويقدروها ويقدموا لها كل سبل السعادة، أصلاً يحسسوها كأنه ملكة تمشي على الأرض. نفس الوقت في رجال عندنا مسلمين أو عرب أو عراقيين يعاملون المرأة بقسوة ويظلموها ويعيشوها تعيسة. أنا مرات تجين تعليقات أتمنى أتزوج واحد أمريكي، إني أنا كم زين تزوجت واحد أمريكي خلصتي. لا عيني، لا، مو شرط. أنا الحمد لله هو صح أمريكي، بس أنا مو جيت على هيك بدون سبب اختاريته بس لأنه أمريكي. لا، أنا ظليت فترة طويلة أشتغل مع ناس يعرفوه من سنوات طويلة في العراق، كلهم مدحوا بيه وبأخلاقه وبأسلوبه بالتعامل، فالحمد لله اختياري كان صح. أريد أقول لكم على شغلة همينة ثانية. هل معناته أنه أني من كان عمري 15 لحد ما التقيت بزوجي ما مر علي أي نصيب؟ لا طبعا، مر علي النصيب، ومثلكم مثل أي بنية مر عليها نصيب خطوبة أو ارتباط، لكن مثلا ما قدرت تستمر لظروف الحياة أو الاختلاف بالرأي أو ما توالموا وما قدروا يكملون طريقهم إلى النهاية. فأني مو معناته كنت قاعدة وبس أحلم باللحظة اللي أخذ هذا الأمريكي، لا طبعا، كان مجرد هو حلم، لكن أنا هذا الحلم ما فارق بالي، بس مو معناته ما يعني شلون ما أجاني النصيب العربي أو يعني النصيب تحديدا العراقي قبل زواجي من زوجي هذا الحالي كريس. أحب أقول لكم شغلة ثانية همينة، أنه آمنوا بالطاقة، بجذب الطاقة. إذا أكو شيء تحلمون به، إذا أكو شيء تتمنوا، خلوه دائما على بالكم، كرروه دائما بينكم وبين نفسكم. قولوا أنا هذا الشيء راح أحصله، هذا الشيء راح أسويه، هذا الشيء راح يصير إلي، هذا الشيء راح يجيني. ولا إرادي راح تكتشفون من بعد سنين طويلة، حتى لو مريتوا بظروف هواية أو التقيتوا بناس أو عشتوا حياة غير اللي أنتوا كنتوا تتمنوها، راح تفتر بكم الدنيا وتجيبكم على الشيء اللي انتوا دائما كنتوا تحلمون به وتتمنوه وتريدوه، لان انتوا جذبتوا هذه الطاقة لكم ولو بعد حين. وأحب همينة أقول دوختكم، أحب أقول وأحب أقول، ها آخر شيء، ها آخر أحب أقول، وأحب أقول لكل شخص إذا أنتوا عايشين حياة ما تحبوها وما تتمنوها وغير سعيدين بيها، خلوا على بالكم بقاء الحال من المحال. راح يجي يوم إذا أنتم بالبداية بحياتكم تعيسين، حيجي يوم الدنيا راح تتغير والحال راح يتغير، وراح تصعدون قطار ثاني، تستقبلون من محطة ثانية، وتستمرون بمسيرة الحياة مثل ما أنتم كنتوا تتمنون وتريدون. فما ردكم تتخيلون اللي انتم هسه عايشين حاليا راح يستمر طول العمر. مصير القطار يوقف في وحدة من المحطات اللي حتنزلون منها وتبدون بداية جديدة، أو مثل ما نقول صفحة جديدة. شكرا لأنكم تحملتوا تسمعون هذا الحكي مالي كله من البداية للنهاية. أتمنى عجبكم الفيديو. بالمناسبة أنا عندي قناة على التيك توك وعندي قناة على الانستغرام، إذا تحبون تشوفون فيديوهات أكثر وستورياتي هناك أكثر. ولا تنسوني باللايك والاشتراك، وأحبكم وأشوفكم بفيديو آخر جديد.